السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نحن معكم من أسوان مركز كومومبو من حديقة النباتات بكومومبو، ومع الدكتور حسين حمد مدير المزرعة، وأخونا الأستاذ محمود تهامي مدير، محمود موسى مدير صوت كومومبو الحر. كلمنا دكتور عن معالم الاحتفال واستعداد الحديقة لاستقبال الزائرين. احنا بنرحب بكم وبنرحب بجميع زوار المزرعة والمحبيها، ويوم ان شاء الله نتمنى قضاء يوم ممتع، يوم جميل. وانا من المكان ده بشكر جميع الزملاء والعاملين في المزرعه المجهود اللي بذلوه في الفتره اللي فاتت، وبشكر الوحده المحليه اللي تعاونت معانا على الاصماء على بنيات الجبت من الاضاءه والخلافه. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا مع امكانياتنا القليله، ولكن كان في تعاون مع الجهات. كان بمناسبه الكلام ده بيفكرني الموضوع كده. كان معايا صديق انا الشيخ ابو حسن كان في كولومبيا، فبيقول لي انا قريت كتاب اسمه استخدم دليل التليفون. طب ايه دليل التليفون؟ كتاب اسباني. واستخدم دليل التليفون، استخدم ما فيش حاجه اسمها امكانيات ضعيفه، ما فيش حاجه ده المتاح، ما فيش حاجه اسمها ظروفي كده، لا دي كلها معوقات. انا بعتبرها دي كلها معوقات. انت استخدم دليل تليفونك، شوف انا هتعاون فين. احنا لو قعدنا نقول الامكانيات ما كانت دخلنا الاسفلت، ولا عملنا اضاءه في المزرعه، ولا عملنا بوابه، ولا عملنا النباتات، ولا عملنا التنسيق اللي انتم شايفينه. المناظر 95% من الوضع الحاصل كله سواء عن طريق تبرعات، تعاون، تبادل. فالحمد لله رب العالمين، وان شاء الله بنقول ان احنا في مزيد وفي استمراريه في العمل، ونتمنى ان احنا نكون متميزين عن الاخرين يا رب ان شاء الله. الاستاذ محمود موسى، رؤيتك الاعلاميه في مظاهر الاحتفال. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا كنت في زياره في المزرعه الاستوائيه في العام السابق. في العام الحالي في تحسن كثير في مجهود العاملين بالمزرعه، والدكتور حسيني كاداره بصراحه واداره المزرعه بالكامل. يعني انا شفت وجيت من يومين بالضبط او من 3 ايام بالضبط، كان يوم سبت وكان يوم عطله، ما فيش موظفين، لكن الناس دول كانوا شغالين. يوم السبت اللي هو يوم العطله او يوم الاجازه بتاعهم كانوا بيجوا بالليل. لا هو في تحسن كبير في ظل القياده الحكيمه للدكتور حسيني، في ظل الحب والتوأم والتعاون بين العمال. يعني انا شايف المره دي بصراحه حب كبير وتعاون كبير، مما ادى الى ان الناس تاجي. حتى الدعوات المره دي زادت. في اقبال كبير على اصبح في اقبال جماهير كثير دخلت المزرعه. وصباحا كان صباحا كان اكثر من كده. يعني احنا دلوقتي وقت الظهيره ده وقت القيلوله كله، يعني اهو الناس يعني الحمد لله رب العالمين النهارده الجو حلو، يعني جو كويس كده الحمد لله. صباحا كان اكثر من كده. انما بصراحه الدكتور الحسيني ربنا يبارك فيك والعاملين والقائمين على هذا المكان الجميل اللي هو بيجي متنفس. لسه عاوز اسالك في الحته دي، المقارنه بين هذا المكان الطبيعي العادي تمام الذي يخدم المواطن الريفي تمام ببساطته وبامكانياته وعدم التكلفه تمام، بين الاماكن الاخرى التي تدفع فيها ماديا تمام، واماكن لا تليق بالمواطن الريفي. بصراحه المكان دلوقتي كمان خاصه عشان هو الدكتور حسين بيعمل دعوته مجانيه، فالناس يعني ان شاء الله باذن الله بدون مقابل، فان شاء الله باذن الله الناس حتستمر، ونتمنى المزيد من العمل من الدكتور حسين، لان هو ده بيجي المتنفس الوحيد لاهل الامم. الله يفتح عليك. تمام. الدكتور الحسيني، هل هناك استعداد؟ هل هناك عمل او فكر في تطوير هذا المكان الى افضل من ذلك؟ طبعا مفيش شك. احنا بنقول لحضرتك احنا كل اللي تم ده بامكانيات تكاد تكون امكانيات معدومه. ولكن لو قعدنا نقول امكانيات مش
هنعمل ولا حاجه. احنا بنقول عملنا البنيه الاساسيه للمرحله. جهزنا مشايات، جهزنا ممرات، جهزنا مداخل، مخارج. ان شاء الله المرحله اللي بعد كده ان احنا هنحاول في خط مثلا مظلات، عايزين اضاءه، عايزين مظلات، عاوزين نكمل الرخام، عاوزين نخليها بطريقه رسميه. تبقى حاجه بسيطه، رسم دخول حاجه بسيطه عشان تبقى كل ده شغل ودي وشغل يعني زي ما بنقول كده دعايه. بنعمله دعايه على اساس المكان يبقى معلوم لدى العامه في كومومبو. واحنا الحمد لله رب العالمين نستقبل لنا اكثر من 3 سنين. بنستقبل الرحلات المدرسيه، بنستقبل رحلات الجمعيات والحضانات، وبنعمل تدريب طلبه، تدريب الصيفي طلبه كليه الزراعه بالتعاون مع جامعه اسوان وبالتعاون مع الجامعات اخرى، طلبه من جامعات اخرى بتجي تعمل التدريب الصيفي بتاعها هنا. فالحمد لله رب العالمين، ونتمنى ان احنا يكون عند حسن ظن الناس. نتمنى ان يبقى في استمراريه في العمل، وان شاء الله كده يعني حاجه يا استاذ محمود بعد اذنك الدكتور يضيف حاجه ثانيه عشان نخلص؟ طبيعي. كل اللي اتمناه طبعا بصفه ان احنا الحمد لله دلوقتي اسسنا جمعيه صوت كومومبو القبول للتنميه، فاحنا هنكون في مشاركه مجتمعيه، واهم حاجه في الوقت الحالي لان بلدنا دلوقتي كلها على التعاونيات، على المشاركه المجتمعيه والجمعيات. هنا لو تكاتف بعض الجمعيات مع المشاركه المجتمعيه مع الدكتور الحسيني ده هيكون افضل بكثير من كده. هتبقى افضل من حديقه النباتات باسوان ان شاء الله. يعني يعني احنا عايزين بدل ما المواطن يروح اسوان ويدفع له 30 40 50 جنيه، هنا المواطن يتكلف 20 جنيه وحاجه ثانيه احنا يمكن احنا 10 جنيه المواطن الغلبان اللي هو ما عندوش تكلفه يعرضها على المسؤولين. طبعا دي هتكون فيها موافقه ولا حاجه مثلا من مسؤولين المكان. ممكن يبقى فيه زي قاعة بسيطة قاعة للاجتماعات، للاحتفالات داخل محطوطة في البرنامج ان احنا نعمل قاعة اجتماعات ومعمل ومبنى. احنا ماشيين في الورق ان شاء الله. بيقولوا بالبلد العافية درجات ان شاء الله. نشكر الدكتور الحسيني على هذا الانجاز العظيم والتقدم الرائع، ونشكر الاستاذ محمود صاحب صحيفة صوت كومومبو الحر. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا اعزائي المشاهدين.